بين نار قلبه وبر أهله كان بطلنا محاصر، بين حب لا يموت وواجب لا ينتهي كان قيس بين شطين. وزي ما حكينا حدوتة مجنون ليلى قيس ابن الملوح، النهاردة هنحكي حدوتة مجنون لبنى وبرضه اسمه قيس بس قيس ابن ذريح. مساء الورد والفل عليكم، قيس ابن ذريح ولبنى بنت الحباب في حواديت الحب. أهلا بكم. تبتدي الحدوتة في قلب الصحراء العربية حيث رمال لا تنتهي بتقابل سما صافية. اتولدت واحدة من أعظم قصص الحب والإخلاص والتضحية، قصة مليانة بالتحديات والتداخلات. بطلنا قيس ابن ذريح اللي اتولد سنة 625 ميلادي وكان من أهل الحجاز، وكان عايش وقت الخلفاء الراشدين وبداية حكم معاوية بن أبي سفيان، وهو كان شاعر عربي مشهور. وفي يوم حر جدا كان قيس بيقوم بشوية أشغال، فوقف عند واحدة من الخيام يستأذن يشرب مية، فطلعت من الخيمة بنت جميلة وطويلة ووشها بشوش، قدمت له المية وبصوتها الحلو قالت له اتفضل ارتاح عندنا شوية. لطفها وإنسانيتها اتسللوا لقلبه، ولما دخل الخيمة رحب أبوها بيه ترحاب كريم وأحسن ضيافته وما سابهوش يمشي غير آخر اليوم. مشي قيس من عندهم وقلبه مليان بالحب ليها، وعدت أيام وهو كاتم حبه جواه وشوقه بيزيد، فقرر يروح يشوفها. ولما شافها صارحها بحبه ولقى منها القبول وشاف في عينيها إنها حباه، فرجع فرحان ومبسوط وراح لأبوه يحكي له حاله ويطلب منه يروح يخطبها له. ومن اللحظة دي بدأت المعاناة. رفض أبوه وقال له سيبك من القلب وما يريد واتجوز من بنات عمك. فراح لأمه يطلب مساعدتها تقنع أبوه، فلقاها رافضة أكتر من أبوه. ما استسلمش وراح يطلب الوسايط، وطلب المساعدة من خاله اللي كان شاعر معروف وقتها. ولما فشل خاله لجأ للإمام الحسين بن علي يطلب منه المساعدة، وفعلا نجح الإمام في إقناع أبو قيس واتجوز قيس من لبنى، وعاشوا في سعادة وحب ومودة ورحمة، وطالت بينهم السنين. بس ربنا ما رزقهمش بأطفال، وابتدى أبو قيس وأمه يضغطوا عاوزين أحفاد عشان اسم العيلة والميراث، وإنه لازم يطلق لبنى ويتجوز اللي تجيب لهم الحفيد. قيس كان رافض بشكل قاطع وفضل يدافع عنها وعن حبهم، وفي مرة من الخناق الكتير المستمر قال لهم الموت أهون عليا من فراقها. فحلف أبوه إنه مش هيقعد تحت أي سقف لغاية ما قيس يطلق لبنى. وهنا اتحط قيس بين المطرقة والسندان، بين حبه الشديد لزوجته وشريكة حياته وبين واجبه وبره لأبوه. ولأن حبه كان شديد وعميق وما يقدرش على غياب حبيبته عنه، كتم وجعه جواه، وكان كل يوم ولمدة سنة يخرج يقف جنب أبوه اللي كان قاعد في الشمس ويضلل عليه بهدومه ويتحمل هو الشمس وحرارتها عشان ما تأذيش أبوه وعشان قلبه هو ما يتكسرش، ويفضل يدعي طول اليوم إن ربنا يلين قلب أبوه ويرجع بعد غياب الشمس على بيته مهموم وحزين وبيبكي من أنين روحه، وتفضل لبنى تبكي جنبه. سنة بحالها على الحال ده، سنة بيقاوم ويقاوح ويحارب، بس في الآخر الحرب كانت أكبر من طاقته، فطلق لبنى عشان أبوه يرجع للبيت. ورجعت لبنى بيت أهلها وما فضلش القيس غير الحسرة ووجع القلب، وابتدى يكتب القصايد في حب لبنى وغيابها. فاشتكى أبوها للحاكم إنه بيتعرض لها بعد طلاقهم، وطلب منه يهدر دمه لو اتعرض لها تاني. ولما عرف أبوه حاول يجوزه بكل الطرق، وفعلا جوزه لواحدة ثانية، لكن هو حتى ما بصلهاش ولا عرف شكلها ولا جمعهم مكان، ما عرفش غير إن اسمها برضه لبنى. ولما وصل خبر جوازه للبنى بنت الحباب قالت عليه غدار، وبعد ما كانت رافضة الجواز بعده وافقت وسمعت كلام أهلها واتجوزت واحد من قرايبها اسمه خالد بن حلزة. ولما عرف قيس بخبر جوازها مرض شديد، فلام الناس أبوه على اللي وصل له ابنه. بس أحيانا الندم بيكون متأخر قوي. أما لبنى وجوزها ما كانوش متفقين، وجوزها عشان يراضيها كان بيجيب لها جواري يغنوا لها،
فكانوا بيغنوا الأشعار الأشهر في الوقت ده، وهي أشعار قيس في لبنى. وعلى عكس متوقع خالد، ده زود نفورها، وفي الفترة دي ما كانش على لسان الناس غير سيرة قيس وحبه للبنى وأشعاره فيها حتى بعد طلاقهم. ويجي يوم وتلعب الصدفة دورها، ويروح قيس المدينة يبيع ناقة، فمين يشتريها منه؟ يشتريها منه خالد جوز لبنى، وهو ما يعرفوش، ويطلب من قيس يعدي عليه في الدار تاني يوم ياخد تمن الناقة. وافق قيس، وتاني يوم في ميعاده راح على دار خالد، وخالد كان عاوز يضايف قيس، فدخلت بالضيافة ست البيت. اتفاجئ قيس بإنها لبنى فخرج جري. استغرب خالد، فقالت لبنى ده قيس. خرج خالد وراه وسأله انت قيس؟ فرد ايوه. فقال خالد خلينا نتفق، ارجع معايا على الدار ونخير لبنى، لو اختارتك هطلقها وانت تجوزها، بس لو اختارتني تبطل تكتب فيها الأشعار وكفاية كلام عنها. خالد من جواه ما كانش متأكد إن لبنى بتحبه، بس كان متأكد إنها بتكره قيس من كتر اللي حصل لها بسببه. فرجعوا على الدار وخيروها، فاختارت قيس، فطلقها خالد ورجعت على بيت أهلها تقضي عدتها وتستعد لجوازها للمرة التانية من قيس. قيس كان في منتهى السعادة وبيعد الأيام ويحسب الليالي اللي بعدها هيرجع لحبيبته، ويجي القدر للمرة التانية ويغير مجرى الحدوتة، وتخلص الحدوتة بمرض لبنى وموتها في فترة عدتها سنة 61 هجريا. صدمة قيس بالخبر أفقدته الوعي، وما بطلش يبكي ويرسيها لغاية ما مات بعدها ب3 سنين واتدفن جنبها. بيقول أنتوني بلوم الحب هو نقيض التملك، فكل شيء يمكن أن يؤخذ منا ما عدا المحبة، وهو ما يجعل من المحبة فريدة. الحب الصادق لا يموت وإن فرقت الدنيا بين الأحبة. قيس عاش صراع داخلي رهيب بين حبه العميق لزوجته وواجبه تجاه عيلته، ولبنى اتحملت الرفض من أهله عشان تفضل معاه. الحب أحيانا داء وأحيانا دواء. الحدوتة النهاردة حطت كشاف نوره قوي قوي للآباء والأمهات اللي بيفرضوا آرائهم على أولادهم. مهم نحترم مشاعر ولادنا وندعم اختياراتهم. عارفة إننا دايما عاوزين الأفضل لولادنا، بس بلاش ننسى إننا مصدر الرعاية والحنان ليهم، وده الأهم. خليكم سند لولادكم في رحلتهم بقلوب مفتوحة وعقول متفهمة. قولولي، حد دلوقتي عايش قرار أهله هم اللي خدوه؟